في الفيديو ده هتكلم شوية عن الاستثمار في الساحل الشمالي، بما ان الصيف ابتدى وموسم الساحل ابتدى، وهتلاقي دلوقتي اغلب الشركات والتسويق على مشاريع الساحل والمشاريع اللي بيتم طرحها جديد، وانا من الناس اللي بتسوق لمشاريع الساحل. فعلشان كده هنتكلم شوية عن الاستثمار في الساحل، هل هو افضل استثمار ولا مش احسن حاجة. هنتكلم عن مميزات وعيوب الشراء او الاستثمار في الساحل الشمالي. خليك متابع معايا لاخر الفيديو وندردش شويه في الموضوع ده، ونتكلم على شويه مميزات وعيوب الاستثمار في الساحل الشمالي. انا محمد رضوان، واهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا، انا مش جاي اقول لك الكلام ده علشان اقول لك روح اشتري في الساحل وده احسن استثمار، ولا علشان اخوفك واقول لك لا ابعد عنه وما تشتريش هناك. احنا جايين نتكلم في وقائع وحاجات حقيقيه علشان تبقى فاهم الدنيا ويكون عندك شويه وعي على ان الاستثمار في الساحل ممكن يبقى مناسب ليك وممكن يبقى اسوأ استثمار ليك. الموضوع في الاخر برضه راجع لك، بس لازم تبقى فاهم ان الموضوع مش ان الناس كلها بتجري تشتري هناك فانا كمان اروح اشتري. ودي النقطه دي انا حذرت منها قبل كده في الفيديو اللي فات لما اتكلمت على الاسباب اللي بتخليك تخسر فلوس في العقارات. كان ده سبب من الاسباب، ان انت بتروح ورا الهوجه، ان في طرح جديد لمشروع والمشروع ده شكله حلو والناس كلها بتشتري فيه، فهروح انا كمان اشتري، او الناس كلها بتشتري في الساحل، او الناس كلها بتشتري في العاصمه فانا لازم اروح اشتري هناك وده احسن حاجه في الدنيا. دي من اكتر الاخطاء اللي انت بتقع فيها، اللي بتخليك بعد كده تخسر فلوس في العقارات. فلازم تبقى انت فاهم وضعك وفاهم اهدافك، وتبقى عارف ايه المميزات وايه العيوب ايا كان انت بتشتري او بتستثمر فين، وعلى اساس ده تحدد هل اشتري هناك ولا لا. الساحل الشمالي بشكل عام من اكتر المناطق في مصر اللي بيبقى عليها طلب والناس بتحب تشتري هناك. المصريين بيحبوا يشتروا في الساحل، اولا لانه من اجمل الشواطئ في العالم، الناس بتحب تصيف هناك. وفي حاجه كده عند المصريين، طقم كده انا بسميه طقم لازم بيكون موجود عند اي حد مقتدر: شقه او فيلا في كوميونيتي في القاهره، وشاليه او فيلا في الساحل، ولو مقتدر اكتر كمان شويه ياخد كمان حاجه في السخنه او يستبدل السخنه بالجونه. المهم ان لازم بتبقى حاجه اساسيه يكون عنده البيت بتاعه في القاهره والمصيف بتاعه. والناس بتدفع مبالغ كبيره علشان بيت المصيف ده ممكن يكون بيته في الساحل اغلى بكتير من بيته اللي عايش فيه في القاهره. الناس بتدفع مبالغ كبيره في عقار هو مش هيسكن فيه غير شهر واحد بالكتير في السنه كلها، هو بالكتير شهر. يعني انت لما هتروح تصيف، انت هتصيف في خلال الثلاث شهور بتوع الصيف. لو افترضنا ان انت كل ويك اند طول الثلاث شهور كل ويك اند بتروح ما فوتش ولا ويك اند، فانت بتتكلم في تقريبا شهر، يعني شهر بالكتير في السنه كلها اللي هتروح تستعمل فيه العقار ده. فتخيل ان الناس بتدفع المبالغ دي بس علشان يبقى عنده حاجه في الساحل. المصريين بقوا بيعتبروا ان انا يبقى عندي حاجه في الساحل دي ده امر اساسي، ده لازم تبقى موجوده. طب خلينا نتكلم شويه على شويه مميزات بقى الاستثمار في الساحل. ليه الناس بتروح تشتري وبتستثمر في الساحل بشكل عام؟ اولا زي ما قلت، الطلب على العقارات هناك، الناس بتحب تشتري في الساحل، فبيبقى في فرصه كبيره ان انا لما اشتري النهارده حاجه تحت الانشاء، فرصه ان انا ابيعها المفروض انها بتبقى كويسه بعد كده، لان في طلب كبير على الساحل الشمالي. حاجه تانية ان الاراضي هناك محدوده جدا، تكاد تكون انتهت خلاص. الاراضي المتبقيه في الساحل قليله جدا، لان هو الساحل كله محدود. انا خلاص عندي العلمين وسيدي عبد الرحمن وراس الحكمه، هوصل لغايه مرسى مطروح، فانا كده خلاص هروح فين تاني؟ فهي الاراضي هناك محدوده. الموضوع مش صحراء واسعه وابني فيها زي ما انا عايز وخلاص، لا، ده بحر وليه مسافه معينه والمسافه دي هتنتهي. ففي عامل ندره، وعامل الندره دي من اهم الحاجات في اي استثمار في العالم. فاحنا عندنا هنا عامل الندره دي من الحاجات اللي مقويه الاستثمار في الساحل الشمالي. وحاجه كمان ان العائد بيكون عالي في الساحل الشمالي، ممكن بيوصل ل 10%، غير العائد على السكني في القاهره ما بيزيدش في اي حال من الاحوال عن 5%، انما في الساحل الشمالي لا، ممكن يوصل ل 10%. ده العائد السنوي على الايجار 10% من قيمه العقار. وكمان الميزه ان انت ال 10% دول مش بيجوا لك على مدار السنه كلها، مش زي القاهره انت بتعمل عقد ايجار فبيدفع الايجار كل شهر على مدار السنه كلها. لا، انت هنا الايجار بيجي لك خلال الثلاث شهور بتوع الصيف، لان ده الوقت اللي انت هتاجر فيه. انت مش هتاجر في الشتاء، انت هتاجر بس خلال الثلاث شهور.
فانت العائد اللي بيجي لك من على الايجار ده بيجي لك كله خلال الشهرين او الثلاث شهور بتوع الصيف. وغير كده كمان انت مش شايل هم بقى المستاجر ده يدفع ولا ما يدفعش. يعني لو انت في القاهره او في اي مكان وبتأجر ايجار عادي سنوي بيدفع كل شهر، وارد ان هو يجي عليه وقت ما يقدرش يكمل ايجاره، يحصل مشكله ماديه عنده، تبقى قلقان بقى الراجل ده هيدفع الايجار ولا مش هيدفع. انما في الساحل مفيش الكلام ده، هو اللي بيجي بيأجر مثلا اسبوع، بيأجر 10 ايام، او بيأجر اسبوعين ثلاثه ايا كان، هو بيدفع الايجار خلاص. هو هيقدر يدفع هيدفع وهيسكن ويأجر، مش هيقدر يدفع خلاص مش هيأجر. فانت مش شايل هم الموضوع ده خلاص ان المستأجر ده هيدفع او مش هيدفع. فانت بتتحصل على العائد السنوي بتاع الايجار ده خلال شهرين او ثلاث شهور بتوع الصيف، ومش بتبقى شايل هم المستأجر يدفع او ما يدفعش. طيب دي شوية مميزات كده للاستثمار في الساحل يعتبر كويس، وتبين لك ان هو يعتبر افضل استثمار في مصر او من افضل الاستثمارات العقارية في العالم كله. الكلام ده او الفيديو ده لو انا عامله مثلا من 3 او 4 سنين فاتوا، كنت هكتفي بالكلام ده واوقف الفيديو على كده وخلاص اقول لك هو ده احسن استثمار. بس دلوقتي النهارده هل الكلام ده يتم تطبيقه فعلا على ارض الواقع؟ الكلام ده يتحقق فعلا؟ وهل فعلا الاستثمار العقاري في الساحل دلوقتي احسن حاجه في الدنيا؟ هصدمك واقول لك لا خالص. دلوقتي على ارض الواقع علشان الكلام ده يتحقق ده يكاد يكون مستحيل. ليه بقى؟ هو ليه اسباب كتيره، بس من اهمها هو ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وبشكل مبالغ فيه. احنا لو بصينا على العرض والطلب في الايجارات على الساحل خلال السنتين اللي فاتوا كده، هنلاقي ان اللي معروض كتير قصاد الطلب. الطلب قل عن قبل كده، يعني الطلب بقى قليل بالنسبه للي معروض، وده بيدل ان الطلب على الساحل قل بشكل كبير في الايجارات، لان الناس ما بقتش تقدر تدفع المبالغ دي في الايجارات. ان انا اجر اليوم ب 10000 والارقام دي، ما بقاش حد يقدر يدفع المبالغ دي. حتى اللي كان بيأجر قبل كده كل سنه يروح يأجر في الساحل بالاسبوع وبال10 ايام، دلوقتي ما بقاش بيعمل كده. وحتى لما بيروح يأجر له مثلا 3 ايام 4 ايام بالكتير. المشكله مش في ان الاسعار غليت بس كرقم، انا بتكلم على الاسعار مقارنه بالدخل. يعني في ناس بتبقى شايفه، ناس كتير شايفه ان الاسعار في الساحل الشمالي ارتفعت بشكل كبير جدا. لا، لو جيت قارنت الموضوع مثلا من، يعني لو قلنا مثلا من 2006 وقت طرح مشروع بورتو مارينا، كان وقتها سعر المتر تقريبا 10000 جنيه للمتر. فوقتها كان 10000 دول يعملوا تقريبا 2000 دولار، لان وقتها كان الدولار بحوالي 5 جنيه. طب 2000 دولار دلوقتي يعملوا تقريبا 100000 او 100000 وشويه، اللي هو تقريبا برضه سعر المتر دلوقتي. يعني هتلاقي السعر غالبا هو ما اختلفش كتير. فالاسعار ما اتغيرتش، الاسعار هي هو فرق التضخم بس. انما المشكله ايه؟ المشكله ان الفجوه وسعت وكبرت جدا ما بين دخل المواطن والاسعار. فبقت الفئه المتوسطه اللي كانوا بيشتروا ويأجروا بالارقام دي خلاص دلوقتي يكاد يكونوا انعدموا تماما. فانت دلوقتي لو شاري شاليه مثلا سعره 10 مليون، انت دافع مثلا اقساط وليكن لحد ما استلمت بعد 3 سنين او بعد 4 سنين استلمت، فانت دفعت تقريبا 50% من ثمن العقار، وال 50% الباقيين لسه هتدفعهم. فانت عايز تحقق 10% عائد في السنه، 10% من ثمن العقار، يعني 10% من ال 10 مليون، يعني انت عايز تجيب مليون جنيه في السنه، والمليون جنيه دول يجوا في خلال ال3 شهور. طبعا ده مستحيل. يعني انت عايز تحقق في الشهر الواحد 300000، ده على افتراض ان انت هتأجر ال3 شهور كلهم، وده طبعا مش هيحصل. فمين اللي هيجي يدفع لك 100000 في ال10 ايام؟ مين اللي هيدفع 100000 ايجار بس؟ غير طبعا تقريبا 100000 زيهم اكل وشرب والكلام ده كله بقى. فانت بتتكلم في حوالي 200000 في ال10 ايام. فمين العيله اللي هتيجي تدفع 200000 في مصيف 10 ايام؟ فانت بتتكلم على فئه تكاد تكون مش موجوده اصلا. اللي هيدفع بالارقام دي اللي هم الناس المقتدره، الناس الاثرياء اللي يدفعوا بالملايين ومش فارق معاهم الفلوس. دول مش هيجوا يأجروا شاليهات، دول هيبقوا عايزين فيلل. هيبقى حد مثلا حد من اخواتنا الخلايجه، عيله جايين او عيله مصريه جايين من بره مثلا نازلين اجازه، او ناس مصريين عايشين في مصر عادي عايزين يأجروا فيلا، هياخدوا فيلا. عيله هتيجي تاخد الفيلا، مش هيجوا ياخدوا شاليه. ودول مفيش مشكله منهم، الناس دول موجودين. العقارات الفخمه الغاليه دي
كده كده دي ما فيهاش مشكله وما يتخافش عليها ان يحصل فيها فقاعه او الكلام ده. احنا بنتكلم على الناس العاديه، الناس المتوسطه. طبعا لو انت مقتدر ماديا وتقدر تشتري فيلا كبيره كده ويجي لك منها عائد كبير، طبعا اعمل كده. بس انا بتكلم على الناس المتوسطه، اغلب الناس. وحاجه كمان برضو، انت المشكله لما بتيجي تبيع انت بتقارن بسعر العقار اللي بالقسط اللي المطور بيبيعه. يعني انت شاري مثلا العقار ب5 مليون، ما ينفعش تقول النهارده العقار ده بيتباع ب10 مليون فانا هقارن بال10 مليون وهسعر على اساس ال10 مليون. ده طبعا خطأ تماما، لان المطور بيديك العقار ده بالقسط على 7 سنين او 8 سنين وممكن 10 سنين، فبتكون الفوائد على العقار ده ممكن بتوصل للضعف. يعني العقار سعره الاصلي لو كاش هيبقى مثلا 5 مليون، ف5 مليون ده هو ده اللي تقارن على اساسه. دي كده هتبقى حسبه عادله جدا وفوق العادله كمان. انما ما ينفعش تقارن بسعر العقار اللي بيتباع بالقسط. انت كده كانك بالظبط واحد قريبك مثلا او واحد صاحبك اشترى شقه بتمويل من البنك، فالبنك اداله الشقه دي على اقساط 20 سنه وحط له فوائد على 20 سنه دول نص ثمن العقار. الشقه دي مثلا سعرها 2 مليون فبقى سعرها 3 مليون علشان بيقسط على 20 سنه. فانت شفت السعر 3 مليون فانت عايز تسعر بقى الشقه بتاعتك على ال 3 مليون، فتقول خلاص انا هبيع ب 3 مليون وهنزل شويه كمان يبقى 2 مليون و800 او 2 مليون 500 مثلا علشان ابيع بسرعه. هو ده بالظبط اللي انت بتعمله. فما ينفعش تقارن ابدا سعر العقار بتاعك اللي هيتباع كاش بسعر عقار تحت الانشاء بيتباع بالقسط، لان اللي بالقسط ده بيبقى عليه فوائد، هو بيبقى سعر العقار زائد فوائد. طيب حاجه كمان يقول لك مثلا ان العلمين او الساحل هتبقى مدينه شغاله طول السنه مش بس في وقت الصيف. طب ازاي هيحصل الكلام ده؟ هل الصيف الحر هيطول؟ يعني بدل ما يبقى 3 شهور هيمتد يبقى 10 شهور او 12 شهر؟ ازاي هتبقى الساحل شغاله طول السنه؟ هو اصلا الساحل ينفع تكون مدينه او منطقه شغاله طول السنه؟ طبعا لا. لا ليه؟ هي مش رخامه يعني، بس هو الطبيعه المناخيه هناك ما تسمحش بكده. ده مش بحر احمر. البحر الاحمر بيكون جو مناسب طول السنه. في الشتاء بيكون الجو دافي، بيكون مناسب جدا للاجانب. الاوروبيين بيجوا البحر الاحمر في الشتاء علشان بيكون جوها مناسب. انما الاوروبيين ما بيروحوش الساحل الشمالي. الساحل الشمالي ده بيروح اكتر المصريين او الاخوه الخلايجه، انما الاوروبيين ما بيروحوش الساحل الشمالي، هم بيحبوا البحر الاحمر. فما فيش حاجه اسمها اصل السياحه والناس من اوروبا وامريكا بقى هتيجي على الساحل الشمالي. لا، دي مش دبي. الطبيعه المناخيه في المنطقه دي ما تسمحش بكده. في الشتاء بيكون العواصف والنوات والبرد والمطر، فالطبيعه ما تسمحش اصلا ان انت تقعد في الساحل الشمالي في الشتاء. مين اللي هيروح ينزل البحر او يقعد على البحر في شهر يناير مثلا ويقول لك اصل المطار اللي هيتعمل هناك وسياحه اليخوت وده هيقوم الدنيا؟ هتقوم الدنيا ازاي؟ فكل ده كلام فاضي. المنطقه دي ما تسمحش انك تسكن فيها طول السنه، دي منطقه مصيف بس. وحاجه كمان، هي العلمين بالرغم انها مدينه مبنيه ليه لحد دلوقتي مش ساكنه؟ هقول لك السبب، هو نفس السبب اللي مخلي برضو العاصمه مبنيه ومش ساكنه. لان العقار لوحده مش هو اللي بيخلق حياه في المكان. اللي بيخلق حياه هو الاقتصاد. لازم يكون في حركه اقتصاديه شغاله في المنطقه او في المدينه دي، مصانع وشركات ومقرات وحاجات تجبر الناس تيجي تسكن في المكان ده. وما تقوليش جامعات ومدارس. الجامعات والمدارس لوحدها مش هي اللي هتقوم اقتصاد او تقوم مدينه كامله. فانت لازم يكون في حركه اقتصاديه قويه على المنطقه دي تجبر الناس تيجي تسكن في العقارات اللي مبنيه دي. الموضوع مش موضوع ان انا ببني عقارات وببني مشاريع وحاجات شكلها حلو وشكلها فخم وخلاص. ما هو انا هاجي اسكن هناك ليه؟ مفيش حركه اقتصاديه في المكان، فمفيش سبب هيستدعي ان انا اجي اسكن طول السنه في المكان ده اصلا. فموضوع ان الساحل والعلمين والكلام ده هيبقى حاجه مدينه شغاله طول السنه وساكنه طول السنه، ده كل ده كلام فاضي. وما ينفعش تعتمد على ان الكلام ده هيتم فعلا بالشكل ده. للاسف الناس عماله تاخد اراضي وتبني وخلاص، وعلشان شايفين الناس عماله بتدفع مقدمات والمبيعات كتيره في منطقه الساحل، فده مخليهم شايفين ان السوق شغال كويس. للاسف الساحل فيه مشاكل كتيره. الموضوع مش موضوع ان انا ابني مشاريع وخلاص. في مشاريع كتيره بتتبني وبعد ما بتشتغل بنلاقيها متبهدله تماما. لما بيعدي عليها وقت مفيش صيانه، المباني الرطوبه واكلاها، بيبقى الموضوع صعب جدا. فمش اي مكان كده ينفع يشتغل. مش اي مطور
يدخل ويبني وخلاص. لازم يكون مطور كويس عنده سيستم وعنده اداره كويسه، وحد هيشغل فعلا المشروع ده بشكل محترم بعد ما يتسلم. طيب انت بعد ما قلت الكلام ده كله انت كده قلقتنا. احنا كده نشتري في الساحل ولا ما نشتريش؟ زي ما قلت في الاول، انا بوضح لك النقط المزايا والعيوب، وفي الاخر الموضوع راجع لك انت. لو هتشتري، انا بنصح ما يبقاش الشراء بس بغرض الاستثمار. لو هتشتري بغرض ان ده يبقى سكن ليك، ليك انت ولاولادك، ماشي مفيش مشكله، وفي نفس الوقت ينفع كاستثمار. لو حابب تأجره او تبيعه بعد كده مفيش مشكله، بس ما يبقاش الغرض الوحيد هو استثمار. لو هتشتري بغرض الاستثمار فحط في بالك ان دي مخاطره زي اي مخاطره. انا بس جاي اقول لك ان الحياه مش ورديه علشان ساحل بقى وكل الناس بتشتري واحسن استثمار. لا، مفيش الكلام ده، في مخاطره. فانت قد المخاطره زي ما بقول في اي فيديو، قد المخاطره ادخل مفيش مشكله، اشتري كاستثمار. بس لو انت قدرتك الماديه تسمح انك تشتري مع مطور كبير ومعروف، اشتري طبعا مع مطور كبير، لان ده الاداره بتاعته اداره محترمه، هتشغل المشروع كويس، هيبقى فيه صيانه كويسه. فده انت هتشتري معاه وانت ضامن نتيجه الاستثمار بتاعتك، او المخاطره قليله. يعني حد عنده عباءه ماليه كويسه بيحط استثمار مثلا في حاجه اداري في القاهره، وحاجه مثلا في مكان تاني، ويجرب حاجه في الساحل، مفيش مشكله. انما انت حد يعني دخلك متوسط ومعاك شويه مبالغ كده عايز تحطها في استثمار في عقار فتروح للساحل، لا، لازم تحسبها كويس وتبقى فاهم الدنيا كويس قبل ما تدخل في الموضوع ده. لو هتشتري في الساحل يفضل انت هتشتري حاجه ليك انت للسكن، وفي نفس الوقت تنفع كاستثمار. اشتري حاجه تكون قيمه مقابل سعر، ما تجريش ورا اعلى سعر ولا ارخص سعر وخلاص كده. خد حاجه تكون مطور محترم وباني حاجات ومسلمها، ويكون الاداره بتاعته اداره محترمه، حد فعلا بيسلم حاجه نظيفه. فاللي انا جاي اقوله لك في الفيديو ده، انا مش بخوفك من الشراء في الساحل، لا، بس في نفس الوقت ما تروحش تشتري في الساحل على اساس ان الدنيا ورديه وزي الفل، وانا معايا قرشين وهحطهم في اي حاجه في الساحل وكده مضمون 100% والعائد عالي. لا، مفيش الكلام ده. تبقى فاهم كل حاجه بس قبل ما تدخل في النوع ده من الاستثمار. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. طبعا لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت، وما تنساش طبعا الاشتراك في القناه واعمل لايك لو عجبك الفيديو، واعمل شير علشان اكبر عدد يستفاد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معاكم محمد رضوان، شكرا ليك.